جل وعلا قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم عليه السلام بعثه الله تبارك وتعالى لإخراج العباد من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وأكبر مصيبة إنه أنت تواجه أول زول ما تواجه أبوك أو أهلك، أنه ديل أول ناس بيحتقروك، صح؟ يقول لك نحن ربيناك، أنت جبت الكلام ده من وين؟ ولكن هذه فطرة الله التي خلق الله الناس عليها. لذلك كان آزر أبو إبراهيم يجبره على بيع الأوثان، الأصنام كان بيجبره عليها. إبراهيم ما خالف عليه السلام، ما خالف أبوه، قال لي ما بسوي، لكن استغل الإكراه على بيع الأصنام للدعاية إلى التوحيد. أنت لازم تكون زول مفتح، قال لي لازم تمشي تبيع الأصنام، ودي شغلنا اللي بناكل منه عيش. وكثير ناس بيحجوك بكده، صح؟ قال لي ده شغلنا اللي بناكل منه عيش. الصنم الصغير بغيمة والكبير بغيمة والأكبر بغيمة، كل ما تكبر الصنم وتجمله قيمته بتزيد. فكان يجبره. فكان إبراهيم عليه السلام يأخذ الأصنام، لكن الدعاية حقته كيف؟ أبوه بيقول: من يشتري صنما يدفع عنه الضر وينزل إليه البركة والخيرات ويغربه إلى الله ويستجاب له الدعاء، ده أبوه. وإبراهيم عليه السلام دعايته للأصنام كيف؟ من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر ولا يستجيب بل يخلده في النار. رأيكم شنو؟ زول ده اشتغل دعاية كويسة، مش كده؟ عشان كده الجماعة دي لما سمعوا كلام إبراهيم ده استغربوا عليه السلام. عشان كده إبراهيم عليه السلام لما انحسم أمره قال بعد ده خلاص، بعد ما سمعوا الناس زي الكلام ده تحطيم للأصنام وين؟ في القلوب، صح؟ عشان كده اوعك تجي يا جماعة قبال ما يعرفوا الأصنام شرك وضلال وعبادة غير الله، وتجي تقول لهم طوالي تقوم عليه تكسروا، بيكسروك. لكن أول حاجة كسروا لهم في قلوبهم دي، عرفونا الحق، خلوني يمشي يكسروا براهم، مش كده؟ لأن بعد ما عرفونا الحق ظلوا مستكبرين. لكن في جرعة تانية بعد الكلام، في جرعة عملية عقلية. إبراهيم عليه السلام دار يقولوا ليه، ما قال لي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما قال له بيسمع وبيشوف وبيغني، لكن قال له راغب أنت عن آلهة يا إبراهيم. عشان تجي بحجة بيجوك بحجة تانية. نقلوا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. النجوم دي قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، رأى كوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. مسك الكواكب واحد واحد لقاه بتغيب، قال لا ربي غيب ما بينفع معي. طيب لما نغيب أنا أدعو منه؟ اللي بيلحقني منه؟ هذا لك ده كان مسافر وكان قاعد ذاته كان عيان، اللي بيلحقوا منه تلقاه عيان، ودوه ألمانيا ودوه الأردن وبطيارة خاصة، وانت تجي المسكين يمسكوك شهور وأيام، تشرب في المحاية ويجلدوك وتتبرك وترجع ويقطعوا كرعينك والسرطان ينتشر، وهو ماشي يتعالج وانت قاعد هنا مربوط حارسه لما نجي. ده شنو ده يا ناس؟ ما في عقول. لذلك إبراهيم عليه السلام شاف كده نظرة في النجوم، نظرة تفحص وتأمل، لقاه كلها بتغيب، هي براء ما بتملك لنفسها شيء. المسيرة ده منه. ولذلك قال إني سقيم. قال سقيم يعني أنا والله الشغلة دي ما بتنفع معي، دي بتضلني. فتركهم إلى أن خرجوا إلى عيدهم، وقيل إني سقيم، قال له رح معانا عيد الأصنام، ينقلوا يمشوا خدتها في ساحة برا ويحتفلوا بها في يوم كده. قال لهم لا أنا عيان ما ماشي. قال يعني لو حطمن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم. قال لهم خلاص انتوا بعد ما تمشي عيدكم ده
أنا الأصنام دي كلها بكسرها. وكسر الأصنام كلها إلا كبير وأكبر واحد خلى له الآلة الكسر بها. لما جو قالوا من فعل هذا بآلهتنا، الزول السوى كده ده من البلد دي زول بيسوي كده ما في إلا زول واحد. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ذكر 200. لما جاء شايلهم قال من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر. زول غير بيقول الكلام ده ما في، بيسوي العمل ده ما في. قالوا فأتوا به على أعين الناس، جيبوا قدام الناس. هم مفتكرين إن لما نجيبوا قدام الناس بتغلبوا الحجة، وما قايلين ربنا قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هو براوي إبراهيم كان داري يجمعهم بيقدر؟ ما بيقدر، لكن اجتمعوا براوي ونادوا قالوا جيبوا قدام الناس. ودي ذات الكايس لا إبراهيم عليه السلام داري يجيبهم قدام الحاكم عشان يقيم عليهم الحجة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما قال أنا ما سويت، لكن قال شنو؟ ده استخدام التورية. قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. أسألون انتم مش آلهة وبتنفعوا الضر هاي. طيب وقت ما قدرت تدافع عن نفسها أسألوها خليت تكلمكم منو العمل كده؟ ده ما حاجة حصلت قدامها صح ولا لا؟ إذا ما وريتكم العمل كده معناها أصلا ما بتقدر تديكم حاجة. قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون. قال فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الضالون. عارفينهم لا نازل لا بيتكلموا الشغل ده لا بيتكلموا ولا بيصير. قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أنا كايسكم ذات تقولوا الكلمة دي أف لكم ولما تعبدون من دون الله. خلاص انتوا طالما عرفتوا وتاني مالكم عابدينهم. لكن بتجي الحمية، حمية الجاهلية والغضب للإله المعبود ولو كان باطن. بعد قالوا شنو؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بس هم ما بيتكلموا ما بيملكوا، لكن بس نحن مرازة دي بس نعبدهم غصبا وكيتا عليك. عشان كده زول الجاهل ده ما تجادلوا من غير علم. هو قام عليهم الحجة لكن مالهم مصرين على الضلال. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم صادقين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أو الأخسرين. آيتين جمع بعضهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام ربنا اداه الحجة وجعلوا إمام بعد ما ابتلاه. الابتلاء الأول أن يواجه أبوه ويواجه الملك وسدنة الأصنام. والابتلاء الثاني أنه يعني أمر بالختان. والابتلاء الثالث أنه بعد أن خرج من النار وهاجر إلى الشام وتزوج بهاجر وولد له إسماعيل عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يضعه في ذلك المكان، مكان البيت. ثم بعد أن بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الابتلاءات دي قوية كيف، عصيبة مش كده. حس لو أي واحد فينا لاقته يقول لك يا أخي والله ذاته شغلة دي صعبة خلينا، صح ولا لا؟ يعني كده يا أخوانا ما تقول كده ساكت. الشغلة دي إبراهيم عليه السلام أول زور ربنا اختاره إمام. ليه؟ عشان الابتلاءات دي، وهو من أولي العزم من الرسل. ما أسنة المسائل دي زول يولعوا لنا ويرجعوا فيها. حس لو أنت عملوا لك كده رأيك شنو؟ تقول يا أخي ما خلاص عندي عذر، ممكن أكفر صح ولا لا؟ ممكن يعني أحمي نفسي بكلمة كفر. لكن لا، إبراهيم ثبت ما قال كده، قال رموه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما جاءت الابتلاءات دي كلها الله جل وعلا قال يعني عن إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بل هي أمور عظيمة ابتلاه الله بها فأتمهن، يعني صبر فين كل أنه نجح في الابتلاءات. قال إني جاعلك للناس إماما. ليه بقى إمام؟ لأنه صبر على هذه الابتلاءات العظيمة. لما قال له إني جاعلك للناس إماما لصبرك على هذه الابتلاءات، قال ومن ذريتي، حب التوريث. قال ومن
ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ذريتك ممكن، لكن الظالمين لا. وأول واحد منهم منه أبوك آزر برا، اللبو ده من الذرية ولا ما منا؟ منا. دليلك شنو؟ دليلك شنو؟ كلامك صح، لكن احنا دارين دليل عشان يكون شغل نجيب. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الليل منه ذريتهم، ديل منه آباء نوح وأبناء نوح عليه السلام، صح؟ ديل آباءهم، ربنا قال ذريتهم. إذن الأب من شنو؟ من الذرية، والابن من الذرية، والزوجة من الذرية. لذلك الله جل وعلا قال عن إبراهيم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد. ديل كانوا منه مرته وولد، الزوجة والأب والابن كلهم من الذرية. ولذلك قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. عشان كده إبراهيم ده لما كان جد الأنبياء ما كانت ساكت، ده اصطفاع. الله جل وعلا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يعني الناس زي الذرية دي بعضها من بعض، وهذا اصطفاء الله جل وعلا لها بعد الاختبارات والامتحانات. انت قال الاختبار ده كان لنوح براو، وكان لإبراهيم براو، وكان لموسى براو، وكان لعيسى براو. لا، آل عمران ده منهم منو بتعرفون؟ عيسى ما عنده أبو، ما تقول لي من أزول أهل وأهل أبوه، صح؟ عيسى ده أصلا ما من آل زكريا يا أخي، من آل عمران، مريم ابنة عمران التي أحسنت. أم عيسى من آل عمران، ليه بقت من آل عمران المصطفين؟ شوف دي مرة، شوف الاستفادة ما بيجي ساكت إلا زول أصلا معدن ونظيف وبيثبت. عشان كده مريم لما أمها حبلت بها قالت إني نذرت لك ما في بطني. شوف دي الأم ذات عين لها بتنادي منو، بتكلم منو. حس الليلة يمشي عنده هناك وبوقية وفي البطن يلبسوا له وشنو. لما يلدوه خدت له قلادة تحت المخدة، ولما يقوم خدت له قلادة هنا ويحلقوه هنا. وده شنو؟ ده ود النديها مش كده. دي قالت شنو؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل، حر ما في شريك معك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. شوف الزول اللي بيوجهوا لي ربنا مين هو حامل في بطن أمه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها، قبل دايرة راجل كان يكون نبي والله ولي والله كده، لكن هي وليس الذكر، لكن دي أنثى تختلف من الإناث، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء من الرجال كثير، وكمل من النساء